صباح الخير جميعا، أخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم على مشكلة بتقابل أغلب الناس الموجودة في البرازيل أو المهاجرين الجدد. الإيجارات، إزاي تأجر بيت وإزاي تقدر تاخد بيت حسب مدخولك المادي ومستواك المادي. فإن شاء الله الفيديو الجاي هحكي لكم إزاي تظبطوا ورقكم عشان تأجروا بيت بسعر حلو بدل ما تروح تدفع أسعار خيالية. فإن شاء الله الفيديو الجاي انتظروني، هنتكلم إزاي تأجر بيت بطريقة كويسة وبسعر مناسب يتناسب مع مدخولك المادي ومستواك المادي. فإن شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم كل نقطة والأوراق المهمة اللي انت تشتغل عليها عشان تعرف تأجر بيت بحسب مدخولك المادي. ومتشكر جدا اللي انتوا بتشتركوا في قنواتي على جميع التواصل الاجتماعي برازيل بالعربي. وما تنسوش اللي انا بقدم خدمات لوجستية، دعوة وزارة البرازيل من اشخاص برازيليين متوثقة وبتتبعت لك البريد، تمام، زائد استقبال في المطار، زائد استخراج الأوراق بعد ما تيجي البرازيل، مساعدة، ولكن أغلب الأوراق بتطلع بصفة مجانية. ولكن أنا شغلتي اللي أنا بريح بالك وبقدم لك الخدمات ديت بمقابل مادي بسيط، تمام. ومعايا خدمة برضو الأخوات اللي بتيجي تولد في البرازيل محتاجة واحدة معاها تروح المستشفى تتكلم، سواء في متابعة الحمل واستخراج البطاقة الصحية للست ويوم الولادة دي يعني أنا أقدر أوفر لكم مرافقة معاكي بمقابل برضو وبسعر كويس. زائد أنا عندي خدمة تقديم ملفات للسفارة البرازيلية، فأنا بقدم خدمة لوجستية، فأنا مش السفارة عشان أضمن لك التأشيرة. فإحنا بنراجع ورقك، بنشوف ورقك تمام، فبنقول لك توكل على الله. أما قرار قبول أو رفض التأشيرة فدي بيجي من السفارة البرازيلية، تمام. وكمان اللي محتاج دعوات استقبال في المطار، مساعدة في إيجاد سكن مناسب حسب الحالة المادية، الحاجات دي كلها أنا بقى اسمها خدمات لوجستية، تمام. فبعد إذنكم، فأنت عشان تقدم في أي سفارة فلازم تجهز ورقك اللي أنا بقول لك عليه، تمام، عشان نعلي نسبة قبول التأشيرة، تمام. وكمان كلمة مهمة، اللي انتوا لازم تدعموني بتعليقات ولايكات